صباح الخير. غدا العيد اليوم بنسويه، امس كنا مو فرغانين، مسافرين راجعين من سفر، فاليوم بنسويه. حطيت نخي وباذان ماي حار بس، اخذ تقريبا ربع ساعة. عقب ما طبخ كذي طبعا شلنا شوي منه، نشيل الماي كامل نكته، نحط ماي ثاني، بعدين نحط البهارات مبهارات كل شيء. طبعا حطيت عليه، انا مستعجل فمو فاضي حق تصوير كل شيء اصور. حطيت عليه بهارات صحيحة، هيل وكرابته وليمون، وعندنا فلفل اسود او مسمار، نخليه يطبخ. احب الملحة سلا. طبعا شلنا اللحم، الحين بسوي العيش. اول شي بحط البصل، هذه اللي تسمعونه هو بس الزيت مال الدهن مال الشفل ما شاء الله. ايضا بحط ثوم ما شاء الله، هذا ما يصير اصور بيد واحده. يلا بنزل عليه الهيل بقلبه شوي. يا سلام. بننزل الحين العيش، بسم الله. بس نقلبه سريع كذي، ننزل عليه ماي اللحم. هذا العيش واستوى تقريبا، حطينا عليه ماي اللحم، ولين ارتفع العيش بحط عليه شوية الكشنة هني، وبحط عليه من ذي الجهة الزعفران وماي الورد بس. وعلى ما يستوي العيش ابتدي اسوي الكشنة اللي هي الحشوة اللي فوق العيش ان شاء الله. حطيت بصل شوية زيت، وابتدي اقلبها. هذه الزعفران نعطيه من هاي ماي الورد، ماي الورد فوقه. من بدأ يصير تقريبا بهاللون، الحين بحط عليه فلفل اسود، الفلفل الاسود بقلبه ويا ملح. نحط الملح الحين، هذه الملح. وبزيد سنوت لي لون، وكركم. الحين الحمصة بحط ماي ورد وزعفران. بعد ما شرب مويه العيش، الحين برش عليه ماي ورد وزعفران، واصل رش ان شاء الله. عقب ما صار بهاللون نحط النخي وكشمش ان شاء الله ونقلبه. عشان الحموضة نحط ليمون اسود. بعد ما خلصت كشناتنا بشيلها بحطها على جنب. بهذه الطريقة صوص تعطي طعم حق العيش. عندي بطاطس مسوية مسوعة ويا النخي 15 دقيقة مذوبة، وشايل القشر اللي عليه، بقلبه مع الحشوة اللي بقت شوي. العيش تقريبا استوى، بس بكتمه الحين خلاص. خلينا بيضان بنقلي كازو ان شاء الله للتزيين. اخير بحط عليه زعفران ماي ورد على الجهد شوي، على اللحم الحمشة، وهذه فاينة للحم. بننشف ان شاء الله. هذه عيشاتنا ان شاء الله. الاخير نحط المكسرات فوقه، يكون جاهز. ما شاء الله هذه فاينل.